بسم الله الرحمن الرحيم. الانتصار في الحروب بمناسبة ما يجري حاليا بيحتاج إلى الإبداع. يعني أنا عجبني قوي إن الإيرانيين ضربوا القواعد العسكرية المطارات الإسرائيلية. دي فكرة، أنا أعتقد إنها فكرة مبدعة. إسرائيل عندها عيب استراتيجي وهي ما عندهاش عمق كبير، عمقها ضعيف هش. يعني مصر عندنا عمق، شوف وادي النيل كله من الإسكندرية لأسوان 1500 كيلو ولا 1400 كيلو. آه، الصحراء يعني عندنا عمق. الصحراء الشرقيه والصحراء الغربيه لحد ليبيا في عمق. اسرائيل ملهاش عمق خالص، يعني هي صحراء النقب بس الوحيده المنفذ، وبرضه ما هياش كبيره قوي، يعني سينا قدها مرتين ثلاثه. فاحنا عندنا عمق كبير جدا. اسرائيل هشه في العمق، لذلك المطارات بتاعتها تعتبر قريبه من يعني جوه. اسرائيل مكدسه كده في حته كده، حته مزنوقين في حته كده، زي مثلا تقول ايه، يعني زي حي شبرا كده. شبرا كبيره قوي للي ما يعرفش شبرا يعني. بدليل ان عايش فيها 5 6 مليون. ف ضرب فالمطارات اللي فيها احدث الطيارات دي في متناول اي حد. لذلك كان نفسي حماس ما يعملوش اللي عملوه في ناس مدنيين. لا، انت دبر التخطيط بتاعك ان انت تعمل هجوم على الموساد، مبنى الموساد اللي الايرانيين ضربوه، او على احد القواعد اللي فيها الاف 35. كان نفسي كده تبقى عمليه مبهره انتحاريه للاستيلاء على مطار اللي فيه طيارات الشبح الامريكيه الاف 35، ويصوروها كده وهم بيحرقوها ويقولوا بايدن الاف 35 بتاعتك اهي بنحرقها لك. دي كانت هتعمل هزه في العالم، هزه. انما تضرب مدنيين، بت... انت بتساعد آلة الدعاية الإسرائيلية. آلة الدعاية الإسرائيلية بتعمل ايه؟ ده قتلوا مدنيين يوم 7 أكتوبر. طيب ما انت اديت لهم السلاح. طب ما عندك المدني المدني دوت ملوش أي قيمة، اما تقتله أو تقصره ملوش أي قيمة. ده ممكن يركب طيارته زي دلوقتي بيركب طيارته يطلع على أوروبا. العسكري هو الخطير، الجنرالات، الأسلحة الحديثة. يعني الأسلحة الحديثة اللي عندهم اللي هي أفضل من أي أسلحة عند العالم، الدول العربية، انت ممكن تضربها. يعني الاف 35 انت ممكن تضربه. وده التفكير المبدع، زي اسرائيل ما عملت في موضوع البيجر. شوف موضوع البيجر ده بصراحه يعني ابداع في التفكير. ان هو قدر يقتل عدد كبير جدا من عناصر حزب الله عن طريق تفخيخ البيجر ده، بطريقه بقى يعني عمليه قعدت سنين يدبروا فيها، سنين عمليه مخابراتيه ناجحه. فالابداع في حاجات بقى، يعني الابداع في الحروب. انا هحكي على 3 مواقف. اقدم واحد اللي هو بتاع نابليون. نابليون كان داخل في صراع مع الانجليز، وكانت المعارك بحريه. ساعتها كانت السفن كلها شراعيه، ما كانش لسه في اختراع الموتور. شراعيه زي يا محسب والحاجات دي. فجي واحد مخترع طلب يقابل نابليون. طب انا اقول لهم ايه، هو عايز ايه مني ده؟ قالوا له هيعرض عليك فكره. قال لهم ايه هي الفكره؟ قالوا له في فكره ان احنا ممكن نركب محركات بخاريه. كانت اخترعت المحركات بس ما كانش حد لسه طبقها على السفن. انا هخليك انت اركب لك محركات بخاريه على سفنك، بحيث ما تعتمدش على الرياح خالص. ما هو انت السفن الشراعيه دي عيبها ان هي معتمده على الرياح، حسب قوه الرياح، سرعتها حسب قوه الرياح، وحركتها حسب قوه الرياح. لكن المحركات البخاريه او المحركات عموما لا، السفينه تمشي في اي اتجاه. فهو قال ايه ده، انا مش عايز اضيع وقتي مع الكلام الفارغ ده. في حاجه اسمها محرك يمشي سفينه. خسر في النهايه، خسر الانجليز هزموه. لان هو لو كان استخدم التكنولوجيا دي كان هزم هو انجلترا، وبقى هو يعني استولى على امريكا الشماليه وامريكا الجنوبيه. كان هو يعني كانت فرنسا بقت هي انجلترا. تاني حاجه في الحرب العالميه الثانيه، كان الجنرال دي جول اللي هو بقى رئيس فرنسا، كان احد الجنرالات حط نظريه معينه، نظريه الدبابات انها تبقى السلاح الرئيسي. كانت الدبابه معروفه من الحرب العالميه الاولى، بس كانوا مش مقدرين قيمتها قوي عسكريا. فكانوا بيحطوها كده مع فرق المشاة كده كحاجه مسانده، يعني حاجه مسانده.
دي جول قال لا، احنا لازم نعمل فرق دبابات بس، وهي تقتحم بدل المشاة. طبعا قياده الجيش الفرنسي ضحكت، سيبك من الكلام الفارغ ده، ايه الكلام الفارغ بتقول عليه ده؟ الحرب هي حرب فرسان وحرب مش عارف ايه وحرب مشاة. مين اللي عرف الموضوع ده؟ هتلر في المانيا. قال لهم هاتوا لي الدراسه دي. الجواسيس جابوها، قال لهم بس احنا هنعتمدها. لذلك خلى سلاحه الرئيسي في الحرب الدبابات الالمانيه البانزر. عمل دبابه قويه جدا اسمها البانزر، دي اجتاحت اوروبا في ثواني، قشطت اوروبا كلها بما فيهم فرنسا. يعني فرنسا كانت عامله خط ماجينو، خط ماجينو دوت خط الدفاع زي خط بارليف كده واقوى منه. كان هم على اساس ان ايه، ان ال الهجوم هيجي لهم من المشاة، المشاة تك 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 موت خلاص انت. ما حملوش في دماغهم ان الهجوم هيجي لهم بالدبابات. الدبابه اضرب زي ما انت عايز رصاص بتاع، الدبابه بقى مصفحه ومش بكاوتش، لا ده بجنزير، يعني جنزير ضربته الرصاص برضه مش هيجرى حاجه. فاجتاحوا اوروبا كلها بسبب الاختراع ده. تالت حاجه بقى في الحرب العالميه الاولى، دي حاجه طريفه شويه. الالمان اخترعوا سلاح الغواصات. فاجئوا الانجليز طبعا ملوك البحر، فاجئوهم بسلاح الغواصه. قال له انا مش هحاربك سفينه لسفينه لان انت هتهزمني. الانجليز بحاره عباقره وفي الحروب البحريه ولاد لذينه. طب وانا الالمان دوله مش بحريه قوي يعني. انا بقى هحاربك بطريقه تانية. الغواصات ان انا هعمل سفن بس عايمه تحت، وليها منظار كده يطلع يبص يشوف فيه ايه، ويضرب توربيدات مدافع من تحت الميه على الهدف. فشخوا الانجليز، فشخوه، دمروا لهم اعداد كبيره جدا، وكانوا هينتصروا في الحرب وهيدمروا بريطانيا، وبرضه كانوا هيستولوا على امريكا الشماليه، يعني كانوا هيستولوا على العالم كله. قعد الانجليز يفكروا في حل المشكله دي. فكانوا طبعا ميزه الدول العظيمه دي انها بتستعين بالعباقره في كل المجالات. يعني بيعرضوا لما يكون في مشكله عويصه، زي ما في الحرب العالميه الثانيه استعانوا بتورينج اللي هو مخترع الكمبيوتر عشان يحل لهم الشفره. وزي ما الراجل اللي هو اللي بيعملوا عنه فيلم العقل الجميل دوت، اللي هو برضو لما الاتحاد السوفيتي كان عامل شفره ومش قادرين يحلوها. الامريكان، المخابرات الامريكيه مش قادره تحل الشفره. كانت الشفره، يعني الرسائل بتتبعت بقى مش ايه، مش عن طريق ارسال ومش ارسال، لا لا لا، دي بتيجي في مجلات وفي كتب وحاجات كده، والجواسيس بيقدروا يطلعوا الكلمات من الكتاب ده كلمه ومن الكتاب ده كلمه والمجله دي كلمه، ويقدروا حاجه كده يعني. فقالوا احنا ما حدش يقدر يحل دي الا غير واحد عبقري في الرياضيات. فراحوا للراجل ده، انا ناسي اسمه يعني، اللي هو اتعمل عنه فيلم اللي هو العقل الجميل، فقدر يحل لهم الشفره دي. فالدول دي بتستعين بالعباقره في كل المجالات. فالانجليز، بنرجع للحرب العالميه الاولى بقى والغواصات والبتاع، احد الناس اللي سالوهم رسام كان عبقري قوي اسمه نورمان ويلكنسون. قال لهم انا عندي حل. قالوا ايه؟ قال لهم هي الغواصه ما بتضرب السفينه ازاي؟ قالوا له بتطلع المنظار كده تحت الميه، ليه كذا عدسه، واحد تحت بيشوف، معموله بطريقه معينه بحيث الصوره تبان اللي قاعد تحت جوه الغواصه. فهو بيشوف الهدف وبيحدده، بيقول لهم اضربوا شمال شرق، اضربوا شمال غرب، يصدر الامر بقى للتوربيدات. لسه ما كانش بقى فيه الرادارات والكلام ده. قال لهم طب انا عندي حل. قال له ايه؟ قال لهم ندهن السفن بتاعتنا الانجليزيه دهانات تخليه ما يعرفش لا حجم السفينه ولا اتجاهها. ازاي؟ جزء ندهنه خطوط ابيض في اسود ماشيه كده، وخطوط ابيض واسود ماشيه كده، وخطوط ابيض واسود ماشيه كده، وخطوط ابيض واسود ماشيه كده، خطوط ابيض يعني السفينه ما تشوفها، انا للاسف مش قادر اجيب لكم صورها يعني، لما تشوف السفينه ما تفهمش السفينه دي اصلا رايحه كده ولا رايحه كده ولا واقفه، وبس ما تعرفش حجمها كبير ولا حجمها صغير. شوف التمويه الرسام، وهو اللي تولى عمليه الرسم، يعني حط لهم المخطط وبقى هو يشرف عليه. بالفعل الالمان عجزوا عن ضرب السفن الانجليزيه، وقدر الانجليز يكسبوا الحرب بسبب فكره راجل رسام. الابداع